في ناس بتدخل حياتنا بنحس إننا عارفينهم من زمان حتى لو عمرنا ما شفناهم، لكن إيه اللي ممكن يحصل لو صحيت يوم ولقيت نفسك في جسم حد تاني؟ فيلمنا النهارده بيبدأ ببنت اسمها ميتسوها عايشة في قرية ريفية، بتصحى من النوم وبتبص على أوضتها وبتحس إن في حاجة متغيرة، وبتروح بعدها تفطر مع أختها وجدتها وهما بيقولوا لها أنت النهارده أحسن من امبارح بكتير، أنت امبارح كنت بتعملي تصرفات غريبة، بس هي مش بتكون فاكرة حاجة خالص، وبتقوم تجهز نفسها عشان تروح المدرسة، ولما بتقابل أصحابها بيسألوها على اللي حصل امبارح، بيقولوا لها ده احنا خفنا لا تكوني اتجننتي. ولما بتوصل للمدرسة وبتبدأ الحصة بتفتح الكراسة بتاعتها وبتلاقي فيها جملة غريبة مكتوبة ومش بتبقى عارفة مين اللي كاتبها، والجملة بتكون انت مين. وبعد ما بينتهي اليوم الدراسي بترجع متسوها لبيتها وبتساعد جدتها، وبعدين بتطلع تعمل الطقوس بتاعتها على شكل رقص. وتاني يوم وهي قاعدة مع أصحابها بتقول لهم إنها زهقت من حياتها المملة وعايزة تبقى ولد عايش في طوكيو. وفجأة بيحصل حاجة غريبة، بيظهر نيزك في السماء وكل حاجة بتتغير. بتصحى تاني يوم بتلاقي نفسها في جسم ولد، والولد اللي أخدت الجسم اسمه تاكي وعايش في طوكيو، وبتحاول تتأقلم وبتقول لنفسها يمكن ده حلم، وبتنزل عشان تروح المدرسة. ولما بتقابل صحابها في المدرسة بيبقوا شايفين إن تاكي بيتصرف بغرابة وما بيبقوش عارفين حاجة. وبعدين بيروح شغله وبيحصل موقف غريب معاه، الشيبة بتاعت مديرته بتتقطع وميتسوها بتصلحها، والمديرة بتعجب بالتصرف ده جدا. ولما بتروح البيت بتسجل على تليفونه إنها قدرت تفتح كلام مع مديرته. والمشهد بيتحول على تاكي اللي هو كمان بيصحى في جسم ميتسوها وبيروح مدرستها، وبيكون بيتصرف برضه بغرابة جدا، وبيخلص اليوم وبيروح ينام، وبيقوم كل واحد فيهم في جسمه الطبيعي. ولما بيصحى تاكي بيشوف الكلام اللي كتبته ميتسوها على ايده، ولما بيوصل شغله بيلاقي ان كل زمايله بيعاملوه بطريقة غريبة ومش بيبقى عارف ايه اللي حصله. وفي المشهد التاني ميتسوها بيحصل معاها نفس الحاجة، وبيكون صحابها مستغربين جدا من الطريقة اللي عملتها امبارح. وقبل ما بيناموا بيشوفوا كل واحد فيهم الرسائل اللي كتبوها للطرف التاني، وبيفهموا ساعتها ان كده هما بيبدلوا اجسامهم، يوم بيبقوا في جسمهم الطبيعي ويوم الاجسام بتتبدل. ولما بيستمر الحوار ده لفترة طويلة بيقرروا انهم يعملوا قواعد عشان كل واحد يعرف يتعامل في حياة التاني، وبدأوا يسجلوا اللي بيحصل لهم، وبعد محاولات كتيرة بيقدروا يتعودوا على الموضوع. في يوم بيصحى تاكي في جسم ميتسوها وبيروح مع جدتها رحلة لجبل غريب، ولما بيروح البيت وينام بيصحى يلاقي نفسه في جسمه الطبيعي، وبيلاقي مديرته بعتاله رسالة على تليفونه اللي بيفهم منها ان ميتسوها كانت واخدة ميعاد مع المديرة بتاعته، فبيستغرب ولكنه بيروح عشان يقابل المديرة. وفي عز ما هي بتتكلم بيبان على تاكي انه سرحان ومش مركز معاها، وبيكون بيفكر في ميتسوها. ولما المديرة بتلاحظ ده بتقوله ممكن نتقابل في وقت تاني، وبتسيبه وتمشي. وكانت ميتسوها كاتبة ان بعد ميعاد مقابلة المديرة هيشوف النيزك اللي هيعدي في السماء، لكن تاكي وقتها ما بيكونش فاهم حاجة. وبنروح بعدها لميتسوها اللي بيكلمها واحد من صحابها وبيقول لها ان النيزك مفضلش عليه كتير وانه مستنيها هو وصاحبتها، وكان باين على ميتسوها الخوف جدا. وبتروح ميتسوها عشان تشوف النيزك اللي بيتقسم لجزئين في السماء. ومن بعد اللحظة دي بيتوقف تبادل الأجسام بين ميتسوها وتاكي اللي ما بيبقاش عارف السبب. وبعد يوم والتاني والتالت لحد ما جاله شعور بالقلق، وكان بيتردد شعور إن في حاجة ناقصة وإنه فقد حد عزيز عليه، ولكنه قرر إنه يدور عليها بنفسه. وبيروح البيت وبيبدأ يرسم كل مكان راح له وهو في جسم ميتسوها، ولكن بعد محاولاته إنه يلاقي القرية على النت ومش بيلاقي حاجة بيفكر إنه يبدأ يدور على إنه يلاقي القرية بنفسه. ولما بيروح للمحطة بيتفاجئ إنه بيلاقي صاحبه ومديرته هناك اللي بيقولوا له إنهم قلقانين عليه من تصرفاته الغريبة آخر كام يوم. ولما بيركبوا القطر تاكي بيحكي لهم كل حاجة، وبيقرروا إنهم يساعدوه إنهم يلاقوا القرية معاه. وفعلا بيبدأوا يدوروا على القرية في كل حتة ويسألوا عليها، ولكن مش بيلاقوا ليها أي أثر. وبيستسلم تاكي وبيقرر إنه يوقف بحث عن القرية، وبيقنع نفسه إن فعلا ممكن يكون حلم ومفيش حاجة حقيقية من اللي حصلت. ولما راحوا عشان ياكلوا في مطعم، الست اللي بتقدم لهم طلبات اتعرفت على شكل القرية وعرفتها لما بصت على الرسومات اللي تاكي راسمها، وبتقول له إن القرية اسمها ايتيموري، وبتعرفوا إن جوزها يبقى من نفس القرية دي. وتاكي بيتحايل على الراجل إنه يوصله للقرية دي، ولكنه بيقول له بقت مهجورة من بعد ما النيزك وقع عليها من 3 سنين وماتوا كل اللي كانوا فيها. وبيتصدم تاكي وبيقول إزاي دي كانت بتكتب لي رسايل. وبيفتح التليفون عشان يشوف الرسايل، بيلاقي الرسايل بدأت تختفي. وبيبدأ تاكي يجيب كتب بتتكلم على الحادث ده، وفعلا بيلاقي إن الواقعة دي حقيقية. ولما بيدور في سجل الضحايا بيلاقي اسم ميتسوها وإنها فعلا ماتت من 3 سنين. وساعتها بيفقد تاكي الأمل وبيأكد لنفسه إن كل ده مجرد حلم. وساعتها المديرة بتدخل عليه وبتشوف في الكتاب صورة لجبال القرية، بتقول له إن الجبال دي شبه الجبال اللي مرسومة على الحظاظة اللي هو لابسها في إيده. يقول لها إن في حد اداله زمان ولابسها من يومها، وبيحاول يفتكر مين اللي كان مديها له ولكنه مش بيفتكر. وبرضه كان تاكي عنده أمل وقال إنه يمشي ورا أمله الأخير، وبيقرر إنه يروح عند الجبال دي يمكن يقدر يوصل لها. وفعلا بيوصل تاكي للجبال، وهناك بيتأكد إنه ما كانش بيحلم وإن فعلا كان
كان بيبدل جسمه مع ميتسوها ولكن مش في نفس الزمن، وإن هو كان بيرجع بالزمن 3 سنين وهي كانت بتطلع 3 سنين قدام. وبعدها بيخش تاكي في كهف وهو ماشي بيقع وبيفقد الوعي، وبيشوف وقتها كل ذكريات ميتسوها نفسها زي ذكرياتها مع جدتها وأختها وباباها ومامتها، وبيشوف ذكريات تبادلهم لأجسام بعض. وبيشوف كمان للنيزك لما ضرب القرية، وفجأة بيفوق تاكي وبيبقى في جسم ميتسوها، وبيروح تاكي لجدتها بيقول لها على اللي هيحصل، إن في نيزك هيجي يضرب القرية وهيموت كل اللي فيها، وعشان كده لازم نقول للقرية كلها عشان تمشي منها. ووقتها جدتها بتستغرب من كلامها وبتتأكد إن حصل في مخها حاجة، وبيروح تاكي لأصحاب ميتسوها وبيقول لهم على الكارثة اللي هتحصل وإن لازم نعمل خطة عشان نلحق الناس. وبتبدأ الخطة بصاحب ميتسوها اللي قرر يقطع الكهرباء باستخدام المتفجرات، وإن صاحبتها هتنشر الخبر، وإن تاكي يروح لأبو ميتسوها اللي بيكون عمدة القرية ويقنعه إن ينشر خبر النيزك، ولكن أبوها مش بيقتنع وبيتعصب عليه تاكي. وتاكي بيفقد الأمل لأن الخطة ما نجحتش، وبيقول لنفسه إن لو كانت ميتسوها مكانه كانت عرفت تقنع الناس. وفكر بسرعة إن طالما هو أخد جسم ميتسوها يبقى هي كمان في جسمه، وراح عند الجبل عشان يلاقي ميتسوها اللي في جسمه هناك. وفعلا ميتسوها لما بتتبدل وتبقى في جسم تاكي وبتصحى بتروح على الجبل، وبتتصدم لما بتلاقي ان قريتها اختفت وفي اثار لتدمير وما بقاش فيها اي حد، وبتبقى مش عارفه ايه اللي حصل. وعلى الجانب التاني تاكي بيكون بيفتكر ذكريات ميتسوها اللي من 3 سنوات لما راحت عشان تقابله، بس تاكي ما بيكونش عارفها، وهي خارجه من باب القطر بيسالها على اسمها لكنه مش بيلحق يسمعها، وبتديله ميتسوها رباط وبيبقى تاكي لابسه في ايده 3 سنوات. وبنرجع تاني وهو مكمل طريقه للجبل، ولما بيوصل للجبل بيفضل ينادي على ميتسوها وهي بتبقى في المستقبل وسامعاه ولكن مش شايفاه، وبيفضلوا يجروا حوالين بعض لحد ما بيحسوا انهم قريبين من بعض، وكل واحد بيبقى سامع التاني ولكن مش شايفه. وفجأة الشمس بتغرب، والوقت ده بيبقى بيحصل فيه ظواهر غريبة، ووقتها بتحصل مفاجأة وهي انهم بيقدروا يشوفوا بعض، وبيكون كل واحد فيهم بيرجع لجسمه وهما قدام بعض، واخيرا بيشوفوا بعض وبيتقابلوا وبيفضلوا يتكلموا كتير. وبيعرفها كمان على اللي هيحصل، وبيطلب منها انها تكتب له اسمها عشان ما ينساهوش بعد ما يفوق، ولكن الوقت بيكون انتهى قبل ما تكتب، والقلم بيقع على الارض. وبتكمل ميتسوها في خطتها وبتروح لاصحابها عشان يبداوا يقطعوا الكهرباء عن القرية، وبعدين ينشروا خبر النيزك في القرية. وبيكون الناس مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبيظهر العمدة ابو ميتسوها وبيقول محدش يخرج بره القرية وان دي اشاعة. وساعتها صحاب ميتسوها يقنعوها انها تروح تقنع باباها، وبتجري ميتسوها عشان تلحق تقنع باباها قبل ما تقوم الكارثة. وسكان القرية بيكونوا اتجمعوا كلهم وبيشوفوا النيزك وهو فعلا بيتقسم جزئين، ومن الناحية التانية بيشوف تاكي النيزك هو كمان لكن من الزمن بتاعه. وميتسوها وهي بتجري بتقع وما بتبقاش قادرة تكمل، وهي على الأرض بتفتح إيديها وبتلاقي إن تاكي وهو في جسمها كان كاتب إنه بيحبها، وده بيشجعها تقوم وتكمل طريقها تاني لأبوها. وفي نفس اللحظة على القرية اللي بيدمرها بشكل كامل، وفي المستقبل بعد 5 سنين بيكون تاكي وحيد وبيبقى دايما حاسس إن في حاجة ناقصاه وبيدور على حاجة بس مش عارف إيه هي. وفي يوم بيبقى مع مديرته اللي بتفكره بالمغامرة اللي خدوها زمان لما كانوا بيدوروا على القرية اللي ضربها النيزك، وبتقول له إنها لما دورت عليها تاني عرفت إن ما كانش فيها أي خسائر من السكان اللي كانوا عايشين فيها. بيفرح تاكي بس بيبقى برضه بيتردد شعور بإن بيدور على حاجة ومستنيها ولكنه ما بيكونش عارف إيه هي. وبعدها فترة تاكي بيشوف ميتسوها في القطر، وبيكون كل واحد في القطر المعاكس، وبيخرجوا من القطر وبيدوروا على بعض، وتاكي بيبقى عارف هو كان بيدور على إيه وإيه اللي كان شاغل تفكيره. وتاكي بيلاقيها واقفة على أول السلم من فوق وبيعدوا من جنب بعض وكأنهم ما يعرفوش بعض ومحدش بيكلم التاني، لكن تاكي وقف وتشجع وقال لها استني، وبيقول لها هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ وميتسوها بتعيط وبترد تقول له انها حاسه فعلا انهم اتقابلوا قبل كده او يعرفوا بعض. وساعتها كل واحد بيسال التاني ممكن اعرف اسمك؟